قرر أن يشرب جالونا من الماء يوميا لمدة شهر، والنتيجة كانت صادمة. قرر هذا الشاب الصحفي الأمريكي شرب كمية كبيرة من الماء يوميا تعادل جالونا واحدا لمدة 30 يوم. وبعد انقضاء شهر واحد قام هذا الشاب بكتابة قصته حتى تكون عبرة للجميع ويتم الاستفادة منها ومعرفة الفائدة من الماء. ووثق الشاب القصة، وكان كل 5 أيام يكتب ما يحدث لجسمه ونفسيته من تغيرات، وإليكم النتائج كما كتبها. اليوم الأول، بدء التحدي. كان الشاب يعلم تماما أنه سيكون من الصعب حمل جالون الماء لكل الأماكن التي سيذهب إليها، لكن تحديه لنفسه جعله يتغلب على المصاعب، وبدأ هنا مشوار التحدي. اليوم الخامس، يتبول كل 20 دقيقة. الحقيقة وراء أن جسم الإنسان يحتاج إلى كثير من السوائل، وخاصة في فصل الصيف، أمر لا يمكن إنكاره، لأن 60% من جسم الإنسان هو سائل. لكن ما فعله هذا الشاب من شرب تلك الكمية من الماء لم يحدث من قبل. واكتشف هذا الشاب أن شرب تلك الكمية من الماء ستساعده على تناول الطعام أقل من السابق، وهو أمر مفيد لمن يريد إنقاص وزنه. ويقول الشاب أنه عندما بدأ بالتبول كل 20 دقيقة بدأ من حوله من الأشخاص يشكون أنه مدمن على المخدرات، لكن من الطبيعي في حال شرب الكثير من الماء التبول بشكل أكثر من السابق. اليوم العاشر، أصبحت جميلا. أصبح هذا الشاب يشعر أنه أجمل من السابق، وخاصة عندما يستيقظ من النوم على العكس من السابق. كان أول ما يستيقظ على حد قوله يشعر أنه كسول وبشع المظهر، لكن اليوم أصبح يستيقظ نشيطا وحسن المظهر. اليوم الخامس عشر، أصبحت نشيطا. بسبب طبيعة عمله كصحفي، قال الشاب: كنت أحتاج لأشرب القهوة أكثر من 5 مرات يوميا حتى أبقى نشيطا، لكن اليوم أصبحت أكثر نشاطا ولا أشعر أني بحاجة لأي منبهات، لذلك توقفت عن شرب القهوة. اليوم العشرين، بدأ الناس يخبرونني أني أبدو سعيدا. بدأت أشعر أني أكثر سعادة من السابق، وخاصة أني لم أعود من العمل متوترا وقلقا ومستاء ومتعبا، بل أصبحت أعود كما لو أنني لم أذهب إلى العمل وأمارس أي نشاط. اليوم الثلاثين، جسم خال من السموم. ساعده شرب كميات كبيرة من الماء بالتخلص من السموم التي كانت في جسده، سواء من شرب القهوة أو من التدخين، وأيضا ساعده ذلك في التوقف عن التدخين وشرب المنبهات. واليوم هو أصبح شخصا أكثر صحيا ولا يأكل أكلا غير صحي.